قصة جريمة حقيقية من أبشع قضايا زنا المحارم والخيانة والقتل التي هزت المجتمع المصري عن بكرة أبيه. حدثت في محافظة القاهرة الكبرى في إحدى مناطق محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية. حدثت عام 2009. وليد عبد العزيز شاب في 16 من عمره يسكن في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية. ولد في أسرة بسيطة جدا، وكانت حالتهم المادية صعبة، ولذلك لم يكمل تعليمه واكتفى بالحصول على الدبلوم. وفي الوقت نفسه كان يعمل ليساعد والده، وكان يقبل أي عمل يعرض عليه، سواء في أعمال البناء أو في مطعم أو في مقهى، أي إنه لم يكن يرفض أي فرصة عمل على الرغم من صعوبتها. ولكن وليدا وعلى الرغم من فقره كان يحلم أن يصبح غنيا وأن يمتلك الكثير من المال، وكان يدرك أن الأحلام والطموحات لا تأتي إلى الإنسان وهو جالس، بل يجب عليه أن يسعى ويجتهد وأن يحاول على الأقل أن يحسن من وضعه. وبالفعل قرر وليد أن يسافر إلى القاهرة، لأنه كان يعلم أن فرص العمل هناك أكثر، وأنه في يوم من الأيام سيحقق حلمه. وعندما فاتح أهله في الأمر وقال لهم: أنا سأسافر إلى القاهرة لكي أعمل، قلقوا عليه كثيرا، لأنه كان في تلك الوقت في 16 من عمره، وقالوا له: يا بني، أنت لا تزال صغيرا، ونحن نخشى عليك، كيف ستقيم وحدك في مدينة كبيرة مثل هذه، ومن سيرعاك ويهتم بشؤونك؟ فرد عليهم وليد قائلا: لا تقلقوا علي، وسأتواصل مع خالتي صابرة، ولكي تطمئنوا أكثر سأقيم في نفس المنطقة التي تقيم فيها. وبالفعل اقتنع أهله بسفره على أساس أنه سيقيم عند خالته. وبعد أيام قليلة بدأ يجهز نفسه، ثم سافر إلى القاهرة، ومن هنا بدأ فصل جديد في حياة وليد. وعندما وصل إلى القاهرة وجد خالته وزوجها في انتظاره، وقد استقبلوه أحسن استقبال. كانت خالته صابرة متزوجة من تاجر غني كبير في السن يدعى الحاج سيد، وكان أكبر منها بحوالي 25 سنة. وعلى الرغم من أنه كان متزوجا قبل ذلك ولديه أولاد، فقد وافقت صابرة على الزواج منه، وعاشا معا في منطقة الهرم، وتحديدا في شارع فيصل، لأن لديه محلات في نفس المنطقة، وكانا يعاملان وليدا كأنه ابنهما. وقد استطاع زوج خالته أن يستأجر له غرفة قريبة منهما. ومن هنا بدأ وليد يبحث عن عمل، فعمل في البداية بائعا متجولا، ثم عمل في مقهى، واستمر في التنقل بين الأعمال حتى وجد فرصة في محل عصير، وكانت هذه فرصة العمر بالنسبة له، فبدأ يعمل فيه. ويوما بعد يوم أظهر كفاءته واجتهاده، وكان يعمل ساعات إضافية ليوفر بعض المال. وبمرور الأيام أصبح وليد هو الرجل الأول في المحل، وصار صاحب المحل يعتمد عليه في كل شيء، والأهم من ذلك أنه كان يثق به ثقة كبيرة، حتى أنه ائتمنه على الحسابات وأموال المحل. ولكن وللأسف الشديد لم يكن وليد على قدر هذه الثقة، فكان يسرق من أرباح المحل بطريقة ذكية لا يمكن اكتشافها، ويزيف الأوراق ليبعد عنه أي شبهات. واستمر في هذا الحال سنوات حتى جمع مبلغا ماليا كبيرا. وفي يوم من الأيام ذهب وليد إلى زوج خالته وقال له: ما رأيك يا حاج سيد أن تشاركني في مشروع جديد؟ فرد عليه الحاج سيد قائلا: نشاركك في ماذا يا بني؟ فقال وليد: نفتح معا محلا للعصير. فرد عليه الحاج سيد قائلا: هذه فكرة جيدة، ولكنني لا أفهم في هذا المجال، وبصراحة أنا لا أفضل أن أدخل في شيء لا أفهم فيه. فقال له وليد: لا تقلق يا حاج سيد،
فأنا أعمل في هذا المجال منذ سنوات ولدي خبرة كبيرة فيه، فقم بمشاركتي فقط وأنا سأدير كل شيء. وبالفعل استطاع وليد أن يقنع زوج خالته، وأخذ منه المبلغ الذي يحتاج إليه. وبعد فترة وجيزة وجد وليد مكانا مناسبا وفتح المحل، وكان هو المشرف على كل شيء ويقوم بتسليم الأرباح لزوج خالته كل شهر. وفي الواقع كان الرجل لا يسأله عن تفاصيل العمل ولا كيف يسير المحل ولا كم يكسب ولا عن أي أمر من هذه الأمور، وذلك لأنه كان يثق فيه ثقة عمياء ويعامله كابنه بالضبط، فضلا عن أنه كان مشغولا بإدارة محلاته الأخرى. ولكن من تطبع بشيء فلا يمكنه الإقلاع عنه، وكما يقال: المال السائب يعلم السرقة. فاستغل وليد هذه الثقة كما فعل من قبل، وبدأ يزور في سجلات الأرباح، وكان يسرق من المال بحرية تامة ولا يحاسبه أحد، حتى أصبح يمتلك محلا خاصا به، رغم أنه يديره باسم المشاركة، لكنه في الحقيقة كان يراه ملكا خاصا له. ومرت السنون حتى وصلنا إلى سنة 2006، وفي تلك السنة وقع ما كان وليد يخشاه، إذ أصيب الحاج سيد بأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى. خاف وليد جدا، لأنه كان يعلم أنه إذا توفي الحاج سيد فإن أولاده سيرثونه، وقتها سيطلبون مراجعة حسابات المحل، ويرجح أن يكتشفوا ما كان يفعله وليد طوال تلك السنوات، وسيكشف كل شيء. ولكن وليدا ارتاح قليلا بعدما علم أنهم نجحوا في إنقاذ الحاج وأنه أصبح بخير، ولكن القلق لم يفارقه، فهذه المرة قد تكون الأخيرة، لأن الرجل كبير في السن ويعاني من أمراض مزمنات، ولذلك بدأ يفكر ويخطط كيف يمكنه أن ينقذ نفسه من هذا المصير الذي يراه قادما لا محالة. وبعد تفكير طويل وصل إلى فكرة وصفها بجهنمية. في اليوم التالي ذهب وليد إلى خالته صابرة، وبعد أن سلم عليها واطمأن على زوجها قال لها: أنا جئتك في موضوع هام. فقالت له: خيرا، أنا أسمعك. فقال لها: يجب عليك أن تقنعي زوجك بأن يكتب نصيبه في المحل باسمك، لأنه ببساطة إذا توفي زوجك فإن أولاده لن يعطوك شيئا، وخصوصا أن العلاقة بينك وبينهم متوترة إلى أبعد الحدود. وفي هذه الحالة قالت له خالته: إنك على حق، وأنا مقتنعة بكل ما تقول، ولكن لا أستطيع مصارحة زوجي بهذا الأمر الآن، فالرجل لم يتعافى بعد وقد كان قريبا من الموت، فكيف لي أن أفاتحه في مثل هذا الموضوع؟ فعندما رأى وليد أن خالته قد رفضت مباحثة الزوج بذلك، لجأ إلى أسلوب التهديد وأخذ يهددها. وهنا يطرح السؤال نفسه: ترى ما هو الشيء الذي يملكه وليد على خالته ويهددها به؟ فبحسب اعترافات وليد أمام الشرطة، قال إن خالته كانت تخون زوجها، وقال لها: إن لم تطيعيني فيما أقول فسوف أخبر زوجك بكل شيء وأفضحك أمام الجميع، وسأعلن أنك تستقبلين الرجال في المنزل عندما يغيب زوجك عنه. وعند ذلك خافت خالته على نفسها وخشيت الفضيحة، فصارحت زوجها بالأمر، وبعد إلحاح منها وافق الزوج على أن يكتب لها نصيبه في المحل، وبذلك أصبح وليد شريكا لخالته في المشروع. وبما أن المسألة أصبحت في بيتها فلم تكن لتفكر في طلب سجلات أو وثائق. وبعد فترة وقع ما كان متوقعا، فقد توفي الحاج سيد بسبب مرضه، وبعد وفاته أصبحت السيدة صابرة تعيش وحدها، وكان وليد يزورها دائما ليطمئن عليها ويعطيها أرباح المحل. وبدت الأمور بينه وبين خالته مستقرة جدا،
بل إن وضعه المادي كان يتطور يوما بعد يوم، وقد حقق أحلامه وطموحاته. ولكن دوام الحال من المحال، فقد بدأ شيطان النفس يوسوس له، وخصوصا فيما يتعلق بما تفعله خالته، وأصبح يغتاظ من الرجال الذين يأتون إلى شقة خالته ويذهبون. في سنة 2009 وفي يوم الجريمة، خطرت في ذهن وليد فكرة شيطانية، فقال لنفسه: لماذا لا أكون أنا المتمتع بها بدلا من الغرباء؟ وبكل وقاحة ذهب إلى منزل خالته، وطلب منها أن يقيم معها علاقة محرمة. فعندما سمعت خالته ما قاله لم تصدق أذنيها، وظنت أنه يمازحها، ولكن من نظرات عينيه وتجهم وجهه تيقنت أنه يتحدث بجد. وفي لحظة هاج وثار عليها، وقام بضربها ضربا شديدا، ثم قال لها بصوت قاس: إن لم تفعلي ما أطلبه منك فسوف أفضحك أمام الناس كلهم. ويا للأسف، خافت خالته واستسلمت له، ووقعت الجريمة الفاحشة والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بلحظات خرجا معا وجلسا في غرفة الجلوس، وساد بينهما صمت ثقيل، فلا كلام ولا نظرات ولا أي تعامل. وقد تظن أيها المشاهد أن وليدا أصابه ندم، وأنه أدرك فظاعة ما فعل، ولكن وللأسف كان شيطانا في صورة بشر. فبعد لحظات طلب منها أن يكرر ما فعلاه، وقبلت خالته مرة أخرى، ووقع ما لا يوصف. ومن هنا أدرك وليد هول الجريمة التي ارتكبها، وخاف أن تفضحه خالته أو تبلغ عنه الشرطة، فأصبح يفكر في التخلص منها نهائيا. فوقف في مكانه، قال لها ببرود: سأقتلك. ثم هاجمها مرة أخرى وضربها بكل قوته. وفي تلك اللحظات كانت خالته تصرخ وتتوسل إليه وتقول له: أنا لن أفضحك ولن أخبر أحدا. ولكنه قد حسم أمره وقرر أن ينهي حياتها، فأمسك برقبتها وخنقها حتى أزهق روحها. ولم يكتف بذلك، فدخل إلى المطبخ وأحضر سكينا وطعنها بها 20 طعنة ليتأكد من موتها تأكيدا. ولكنه، وكما يقال، الشيطان لا يكتفي، فقد أحضر بعد ذلك وعاء فيه بنزين ورشه في أرجاء الشقة وعلى جثتها، ثم أشعل النار في المكان كله، وسرق ما في المنزل من نقود ومصاغن. وكان يظن أنه بذلك سيخفي جريمته، ولكن شاء الله عز وجل أن يكشف أمره وأن تظهر الحقيقة. وعندما قبض عليه أدلى بهذه الاعترافات التي كانت صادمة لرجال الأمن ولكل أهل الحي والجيران. والأكثر إيلاما أن كل من عرفوا السيدة صابرة شهدوا لها بالخير، وأنهم لم يروا منها ما يشين، ولم يلاحظوا أبدا وجود رجال يدخلون أو يخرجون من منزلها، مما يرجح أن وليدا اختلق تلك الروايات ليبرر جريمته وليخفف الحكم عن نفسه. فبسبب هذه الاعترافات تم الحكم على وليد بالإعدام شنقا جراء جريمته التي هزت المجتمع، وخاصة لأنها كانت من أبشع جرائم الزنا والقتل والخيانة وإحراق الجثث. في قصة تذكرنا بقساوة قلوب بعض البشر حين يتخلون عن الدين والأخلاق والإنسانية. وإنه ليصدق قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا هو الشيطان يوسوس في صدور الناس حتى يوقعهم في الفواحش والجرائم، ثم يتبرأ منهم بعد أن يهلكهم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القتل أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. فما أعظم جريمة القتل وما أشد عقابها، وخصوصا إذا اجتمعت مع جرائم الزنا والكذب والخيانة والتهجير وإحراق الجثث.
وفي مثل هذه القصص عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإياك أيها الإنسان أن تغتر بالدنيا، فإنها زائلة، وكل نفس ذائقة الموت، ومن ظلم فسيرى ظلمه، ومن سفك دما فسيحاسب عليه، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون.